السلام عليكم. فيديو جديد على قناة كوزين خديجة باها، دائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية. وصفتنا اليوم ان شاء الله جبت لكم باهية او بايلة من ألد ما يمكن تذوقوا. عرفتوا كيفاش جات؟ رائعة بزاف. انا هاد البايلة هادي ولا هاد الباهية كنحماق فيها، خصوصا الا فيها شوية ديال الحوت. غنشاركها معكم بالطريقة المعتمدة عندي، وتنتوما ان شاء الله من بعد ما غتشوفوا هاد الفيديو غتجربوها، وانا متأكدة غادي تعجبكم وغادي تعتمدوها في الوجبات ديالكم في الغداء ولا العشاء. انتم شوفوا معايا الرز كيجي حبه حبه وما كتجيش معجنه نهائيا. ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها، خديت هنايا مقيله، درت فيها كميه ديال الزيت. ممكن تستعملوا زيت زيتون، زيت نباتيه، اولا تخلطوهم بجوج، يعني اللي بغيتو طيبوا به. كما كتشوفوا كميه ديال الزيت. وغادي نوضع كذلك حبه واحده ديال البصله متوسطه اللي قطعتها قطع اللي هي صغيره. وشوفوا عندكم هاد الخضره ولا الرز ولا الحوت على حساب عدد افراد العائله او الكميه اللي بغيتو نتوما توجدوا. صافي درت حبه واحده ديال البصله متوسطه، ودرت نص حبه ديال الفلفله اللي كتكون كبيره، نص منها، ودرت حبه واحده ديال الجزر خيزوه وحده. كلشي مقشر وقطعته قطع اللي هي صغيره صغيره بزاف بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم يتشحروا، يعني هذيك البصله الدبال اللي دخلها طياب عاد غادي ندوزو نديروا العطريه. ما غاديش نديروا الماء نهائيا، النار تكون مهيله، ونغطيو على المقيله باش داك البخار كيرجع ماء. وهاد الخضره هذه كطيب ديك الماء ديالها، يعني ما غتحتاجوا لا ما لا حتى شي حاجه. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الربيع القزبور مخلط مع المعدنوس، قطعته قطع اللي هي صغيره. وغنضيف عليهم جوج فصوص ديال الثومه اللي حكيتهم هكا في الحكاكه رقيقه كما كتشوفوا معايا. ونعاود ناكد النار تكون مهيله والطياب يطيب على خاطر باش يجيكم لذيذ ويكون يكون على حب. المهم تكونوا كتبغيو الطياب ديالكم. صافي بالنسبه للعطريه درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال التحميره، تقريبا واحد نص معلقه صغيره. ومن بعد درت جوج اوراق ديال سيدنا موسى او اوراق درند. درت كذلك شويه ديال صوص المحار، ودرت كذلك صوص ديال الحوت. هاد صوص الحوت كتكون فحال الزيت. هادو الا عندكم ضيفوهم، ما عندكمش تقدروا تستغناو عليهم، ولكن راه زادوا واحد اضافه مميزه لهاد الباهيه هذه. من بعد ضفت جوج اوراق ديال سيدنا موسى او اوراق دراند، وضفت تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الزبده، وضفت تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال صوص الطوماط هذه اللي كتكون سائله بحال هكا. ولا عندكم المطيشه ديك المعلبه اللي كتكون شاده في راسها، ديروا غير معلقه كبيره، اولا الا كانت القرعه ديروا جوج معالق كبار بحال هاد الكميه اللي درت انايا. صافي هادشي اللي درت. والعطريه كنعاود ناكد تكون جديده. يعني شنو هي جديده؟ يعني مطحونه على اليد. العطريه الا كانت مطحونه على اليد كتعطي المذاق زوين، كيجي الطياب لذيذ. اما الا شريتو العطريه في السوق بارده راه ما كتاكلوا حتى شي حاجه صراحه. صافي من بعد ما كتشحر ليا مزيان هاد العطريه مع الخضره، عاد كنضيف شويه ديال الجلبانه كما كتشوفوا. الجلبانه موجود، انا عارف دابا واش كاينه في السوق ولا ما كايناش. انا كانت عندي في الكونجيلاتور، كناخذ واحد الكميه مناسبه وتنحطها في الكونجيلاتور. عندكم هي ديك، ما عندكمش راه كتباع حتى في المتاجر الكبرى، راه كتكون عندهم تما في الثلاجه، كتكون موجوده يعني مكونجوليه. شريوها وحطوها عندكم في الثلاجه. صافي. ومن بعد ضفت شويه ديال الكروفيت، شويه ديال الكالامار. هنا الكالامار نسيت ما قطعته، وقطعته بالموس، ولا خليوه هكا كما بغيتو. كميه ديال الحوت مناسبه، واللي عندكم استعملوه. ممكن تزيدوا حتى الحوت البيض ولا سباده، يعني اللي عندكم في الحوت ضيفوه اللي كيعجبكم، سواء قليل سواء كتير اللي بغيتو. وحتى بوزروك الا عندكم ضيفوه. صافي الا ما عندكمش بلاش، المهم اللي عندكم استعملوه. شوفوا بلا حوت راه غادي تجيكم زوينه، يعني هذه في حاله الا ما عندكمش الحوت. صافي. هنا ذوقوا الملحه، شوفوا واش الملحه هي هذيك. الا ما كانتش، الا كانت ناقصه زيدوا. كانت الملحه هي هذيك صافي خليوها. اصلا راه ما كثرتش الملحه في الاول، لان داك الصوص المحار وداك الصوص ديال السمك راه هي مالحه. من بعد هنايا ضفت كميه ديال الرز اللي غسلته مزيان مزيان مزيان، ورقدته في الماء حيت له داك النشا اللي كيكون فيه، وصفيته عاد زدته على الخضر ديالي والحوت. صافي. من بعد ما زدته غادي نمرق دابا هنايا بالماء سخون. تقريبا هنايا درت واحد السيترو ديال الماء اللي كيكون سخون، اولا الماء دافي اللي عندكم. الا غادي تقول لي شحال الرز، تقريبا واحد جوج كيسان ديال الرز اللي استعملت. صافي كما كتشوفوا معايا. من بعد ما مرقت بالماء غادي نعاود نزيد شويه ديال الحوت من الفوق. غادي نزيد شويه ديال الكالامار دوائر، وغادي نزيد شويه ديال الكروفيت، غير شويه، غير كميه قليله. صافي على هاد الشكل هذا، يعني غادي نزين بهم الفوق. ومن بعد غادي نغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها، يعني النار تكون مهيله. ومن بعد ما كطلعوا عليها شويه بشويه، الا بان لكم داك الماء صافي شربات داك الماء وطابت مزيان، بان لكم داك الماء شربات وباقي الرز ما طابش وجلبانه، كتزيدوا شويه الماء، كتزيدوا غير 4 كاس بنص كاس.
صافي حتى كطيب يعني، وما خصها تجي ناشفه وما تكونش فيها الماء نهائيا وما تجيش معجنه، يعني ديروا بالكم معها حتى طيب. هنايا من بعد ما طابت صافي زدت واحد 4 ديال الكروفيتات بالقشور ديالهم من الفوق وصافي، وخليتهم حتى طابوا يعني صهدوا. وكتكون الباهيه ديالي او البايله واجد صافي، كيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. نقدمها معكم، واخا قدمتها معكم في الاول نتوما كتشوفوا معايا راه ما كتجيش معجنه نهائيا، وكيجي الرز حبه حبه. والمذاق راه ما نعاودلكمش كيفاش كتجي، حتى تجربوها وتذوقوها وتردوا عليا في التعليق. بحال دائما بحال دائما الوصفات اللي كتجربوا تيعجبوكم، وكنكون فرحانه بزاف ملي كتصيفطوا ليا التعاليق ديالكم بانهم جربتوهم وعجبوكم. وشكرا بزاف على حسن المتابعه، الله يجزيكم بخير. وصافي، وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق. وشكرا جزيلا على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.